السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مشكلة حابة أخد رأيكم فيها. دلوقتي أنا جوزي ماشي مع واحدة متجوزة ومعاها 3 عيال، وأنا معايا 4 بنات. ودلوقتي أنا لما رحت لأهلها قبل العيد الكبير جوزي عرف وساب البيت. لحد دلوقتي داخلين على 3 شهور وهي مكملة معاه. أنا مش عارفة أتصرف إزاي، وأنا دلوقتي قلت لأمها وأنا مش عارفة أعمل إيه. قولوا لي أعمل إيه، والنبي أنا طلاق. قلت له طلقني مرضيش، ودلوقتي هو بعت لي يقول لي لو عايزة تطلقي أنا جاهز. أنتِ بتنزلي من ورايا وبتروحي كل حتة من ورايا، وبقى يشك فيا وانا قاعده في البيت بعيالي لوحدي وهو سايب البيت داخل على 3 شهور. اتصرف ازاي واعمل ايه؟ واهله عارفين. وكلمت باباه قال لي اصبري عليا شويه انا هتكلم معاه. ومامته جايبه الغلط عندي، قولوا لي اعمل ايه. مع العلم هي عايشه مع جوزها في بيت واحد، اللي هي الست اللي ماشي معاها جوزها، وقاعده في بيت مع جوزها وحماتها، وانا جوزي سايب البيت بسببها. اعمل ايه؟ ودي كانت القصه. اذا كان على الغلط فجوزها غلطان، دي حاجه ما نقدرش نقول فيها حاجه، راجل خاين. اما هي بقى هي كمان غلطانه. غلطت لما عرفت ان جوزها على علاقه بواحده وراحت تكلم مع الواحده دي. انا قلت 1000 مره لما تعرفي ان جوزك بيخونك اسوأ حاجه ممكن تعمليها ان انت تكلمي الست اللي خانك معاها. انتوا بتلموا المفروض من عندكم، مش بتلمي من بره. انت بتلمي اللي في بيتك مش اللي بره بيتك. اللي تتحكمي في جوزك مش عشقته. غلطها هنا ان هي ادته الدافع او الحجه اللي بيها يتفرع عنه. واحد غيره المفروض كان يبقى مكسوف من نفسه، ماشي مع واحده متجوزه، ولكن برد فعلها هي الغلط خلاه يستغل ده، وهو اللي يحاسبها مش هي اللي تحاسبه. عمري ما شفت واحده ست جوزها خانها وراحت اتكلمت مع عشيقه جوزها وجه خير ابدا من ورا الموضوع. اقل كلمه بتتقال احكمي على اللي في بيتك. يعني ايه يبقى جوزك عندك في بيتك وانت تكلمي الست اللي ماشي معاها؟ هو انت ليكي ان انت تحاسبي مين؟ ده كده عملت بمبدا او مثل مش حلو ومش ظريف ان اقوله. والمشكله انه بيستغل الغلطه دي في انه يسوق فيها، بدل ما يعتذر، بدل ما يصلح من نفسه ويصلح غلطه بيلوم عليها هي، بيشككها في نفسها. بدل ما هي تحاسبه وتقول له انت بتخوني مع ست تانية، بيقول لها هو انت بتنزلي بره البيت وتروحي حتت من ورايا، انت ازاي تقفشيني، انت ازاي تروحي حته انا بروحها، انت ازاي تكلمي الست اللي انا بكلمها. فاتقلبت الايه، بدل ما هي اللي تحاسبه هو اللي بيحاسبها. ليه؟ لان كان رد الفعل غلط. اتفرجوا على الفيديو اللي انا عملته قبل كده بتاع تعملي ايه لما تعرفي ان جوزك بيخونك. اصل اللي انا بشوفه من الستات بيعملوه بيضيع حقهم. تصرفك الغلط لما تعرفي ان جوزك بيخونك بيضيع حقك ويخليه هو اللي يتفرعن عليكي زي الحاله دي. انا رايي في الحاله دي ان هي تطنشه، قاعد بره البيت هو حر قاعد. دي بجاحه، اللي بيعمله دي بجاحه. لو هي حاولت تعتذر له وتوسط الناس وفي النص هيتمرع اكتر. بقى دلوقتي بدل ما هو اللي يجري وراه عشان يصالحها، هي اللي بتجري وراه عشان هو سايب البيت. هو مين فيهم اللي كان المفروض يسيب البيت؟ يعني المفروض بنشوف الستات دايما هي اللي بتعمل كده، مع ان ده مش صح، لكن هو قلب الايه بسرعه. خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. اوعوا تعملوا كده. اوعي تعرفي ان جوزك بيخونك وتروحي تكلمي الست اللي خانك معاها. اوعوا، بتخسروا حقكم ومالكوش حاجه عند حد. انتوا لكم حاجه عند اهل بيتكم، دول اللي تحاسبوهم، اجوازكم، مش الست اللي بيخونك معاها. هو بيلبسها العمه دلوقتي. سيبه يتفلق، لان دي بجاحه، وهي في انتظار ارائكم.